مش عارفه ابدا كلامي بايه والله، بس يعني ايه. طيب يعني طيب بسم الله. شفت حاجات بتجو فايرل اوكي كفيديوز ومش لحد واحد، ناس بتلبس اسود وبتطلع تقول عيد ميلاد التروما النهارده. هو المصطلح ده مصطلح ساخر مش حقيقي، والناس ممكن تكون واخداه بجد وبدأت تعيش الدور بجد وبدأت تحول الموضوع بجد. مفيش حاجة اسمها كده، مفيش مصطلح أكاديمي بيقول كده. المصطلح اللي موجود anniversary reaction، يعني أثر ذكرى التروما. والتروما دي لناس كتيرة مش فاهمة وبتقلب، وابدأ أقول عيد ميلاد التروما عيد ميلاد التروما وأنا مش عارفة إيه ترومتي أصلا. هي دي صدمة. في بيج تي تروما وفي سمول تي تروما. بيج تي تروما يعني تروما كبيرة، صدمة كبيرة، زي مثلا حروب، اغتصاب، موت، حروق، حاجات كبيرة جدا. والسمول تي تروما يعني اتعرضت للتحرش الجنسي، اتنمر عليا بشكل مؤذي جدا، اتعرضت لإهمال في الطفولة بشكل سيء، خفت، اترعبت، اتسبت. دي السمول تروما. التروما بتقعد في الجسم، يعني هي أثرها بيقعد في الجسم. يعني هندي مثل عشان توضح أكتر الفكرة أو نبقى عارفين احنا بنتكلم على صدمة عاملة ازاي. بمنتهى البساطة أنا دلوقتي حد كلمني في 7، بما إننا في 7/2019، قال لي إنه في حد توفى، في حد عمل حادثة، قال لي حاجة معينة. تمام أوكي، أنا استقبلت التروما على حسب جسمي. نزل عليا البواسير، جالي ديسك، جالي دور بارد، رحت فيه المستشفى، ما بقتش عارفه اخد نفسي وحطولي نبيلايزر وبدات بقى اخد انتبيوتيك وحاجات وجسمي كله بيترعش وسخونه. الكلام ده في 7/2019. 7/2020 نفس اللي حصل، نفس الدور، سواء بقى ديسك، بواسير، برد، وات ايفر. 7/2021، 7/2022 هتفضل كده لحد امتى؟ لحد ما تبدأ تفوق وتفهم ان في صدمة في جسمك متحوش، مشاعر متحوش. فببدأ ان انا استرجع التروما، ابدأ اتحرر منها، اكتب عنها، اسامح نفسي، اسامح الموقف، احاول اعالج جسدي المشاعري، وبعد كده ابدأ اطلع البلكونة واسيب الدانس فلور. بعد ما اخلص كل ده الاقي ان الانسان اللي اذاني بياخد من طاقتي. شكرا، جو اهيد، مع السلامة، ربنا يتولاك، ليك رب كريم، رفعت قضيتي من الأرض للسماء، وأنا عارفة كويس قوي إن الإنسان ده أنا طلعته من طاقتي. هنا الوجع بتاع جسمك ما يبقاش يجي تاني. خلاص، أنا بقولها تاني وتالت ورابع، ده مخزن كله في علاج لجسمك. والتروما من أصغر تروما بتتحوش جوه. لو أنت فاكر إنه مع الوقت تشافي بالوقت وليس تشافي ذاتي جاب نتيجة، تبقى غلطان جدا. لأنه كل شخص أذاك أو كل شخص جه عليك بينعاد عليك تاني بصورة جديدة لحد ما تفهم الدرس وتعالج نفسك وتقف في ريفلكشن مع نفسك. ودي التروما. لكن الأسلوب السخرية بتاع عيد ميلاد التروما ده مش حلو. أنا لابسة اسود اهو، لابسة سيمبا ونعلة عادي، بس كده.